السلام الله عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة من قناة ديالكم منبر الخبر. في هذه الحلقة الإخوة والأخوات غنتكلموا على بعض المواضيع المهمة اللي كتهم تطورات آخر الساعة وبطبيعة الحال الوحدة الترابية للمملكة المغربية. غادي نتكلموا على التوغل ديال البوليزاريو في الانتخابات الرئاسية ديال موريتانيا. مبعوث لشرذمة البوليزاريو كيتجول في موريتانيا وكيلقي بعض اللقاءات مع بعض الأحزاب. غادي نشوفوا كذلك إخواني وأخواتي المدرب عموتة الذي يستقيل من تدريب الأردن ويعوضه جمال السلام. إذن ومواضيع أخرى نحاولوا نطرقوا لها بالفيديو إن شاء الله في هذه الحلقة. إخوة الأخوات وأنتم كتابعونا دائما نطلب منكم دائما بطبيعة الحال الاشتراك معنا بالقناة، تفعيل جرس الإنذارات والضغط على زر الإعجاب باش ينتشر هذا المحتوى على أوسع نطاق. شكرا لكم إخوة الأخوات وندوز مباشرة إلى التفاصيل. إذا كيف ما قلنا فانتخابات الرئاسية على الأبواب ديال الشقيقة الموريتانية بطبيعة الحال. شرذمة البوليزاريو كتحاول بأنها توغل في هذه الانتخابات عبر المبعوث ديالها ديال إبراهيم الرخيص أو بن بطوش إلى موريتانيا. هذا الأخير ما تمكنش من عقد اللقاء مع الأحزاب الموريتانية اللي في الواجهة بطبيعة الحال، فقط مع أحزاب مغمورة اللي دار معها لقاءات اللي كتدعم الانفصال بطبيعة الحال ديال شرذمة البوليزاريو، لكن ما تمكنش بأنه يلقى الكوادر الكبيرة اللي كتسير الشأن الموريتاني أو اللي عندها صوت في موريتانيا. بطبيعة الحال حنا كنعرفوا الدعم الكبير للرئيس الموريتاني الغزواني للمملكة المغربية وحسن الجوار. الآن البوليزاريو كيحاولوا أنهم يتسلوا إلى موريتانيا من أجل التأثير ولو يعني بقليل على الرئاسة الموريتانية، بحيث أن هذا الرئيس اللي غادي يكون في سدة الحكم يكون موالي للانفصال بطبيعة الحال ديال البوليزاريو. فقلنا بأن هذا المبعوث ديال البوليزاريو في موريتانيا عقد لقاءات مع بعض الأحزاب المغمورة بطبيعة الحال اللي كتدعمهم، كيحاول أنه يعرض أموال طائلة على بعض الأحزاب أخرى باش أنها تدعم جبهة البوليزاريو. هذه الأموال كلها بطبيعة الحال من النظام العسكري الجزائري. إذن فالولاية الثانية فهي شبه محسومة لولد الغزواني الرئيس الحالي الآن لموريتانيا، وحنا كنعرفوا الموقف الحيادي لموريتانيا عبر التاريخ. إذن فموريتانيا كنعرفوا عليها الحياد في هذه القضية الصحراوية بطبيعة الحال منذ القدم، وهناك بطبيعة الحال توجه للرئيس الموريتاني الحالي إلى الاعتراف بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، خصوصا مع إطلاق جلالة الملك محمد السادس للمبادرة الأطلسية اللي غادي تكون الشأن ديالها التقوية والتعزيز ديال القدرات ديال موريتانيا بطبيعة الحال على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إذن ففرصة موريتانيا على هذا النحو ما خصهاش أنها تضيعها، وبالتالي فالبوليزاريو الآن مخلوعين من هذه المبادرة اللي خربقات لهم المجاج كذلك، وهما العسكر الجزائري اللي ما فتح أنه كيدير بعض المناورات من أجل أنه يتصدى لهذه المبادرة الأطلسية اللي غادي تكون مبادرة قوية وممتازة لهذه الدول ديال الساحل تشاد المالي وبوركينا فاسو، غيحاولوا يستافدوا كيف ما قلنا في حلقات سابقة من ميناء الأطلسي بمدينة الدخلة المغربية. إذن هذا إخواني أخواتي بالنسبة للموضوع الأول. غادي نحاولوا نتكلموا لكم الإخوة الأخوات على الانبهار الجزائري بالمغرب من مرور على الموكب ديال جلالة الملك محمد السادس بدون بروتوكول وما إلى ذلك والطريق مفتوحة، وقال بأن في الجزائر لما يمر الرئيس تبون تيحبسوا الطريق مدة أسبوع وما إلى ذلك على الناس بطبيعة الحال وعلى الشعب الجزائري. نخليكم تتابعوا هذا المقطع الفيديو من بعد رجعوا لتتمة الحلقة. هو الملك خاوتي، هو الملك، هو شتو ما غالقين طريق ما والو، هو الملك نورمال، هو راكم تشوفوا فيه ما غالقين طريق ما والو، نورمال الشعب يتمشى، طوموبيلات يتمشاو نورمال عادي. إذا نتوما شفتوا إخوة الأخوات مرور ديال الموكب الملكي ديال الملك المغربي محمد السادس نصره الله بدون بروتوكول وما إلى ذلك، أدى إلى انبهار هذا الجزائري من طبيعة الحال المستوى ديال الرقي ديال المملكة المغربية والشعب المغربي. طبيعة الحال وصل واحد المستوى ديال النضج اللي هو كبير وكبير جدا، فالسيارات فهي مارة والموكب ديال الملك بطبيعة الحال نصره الله يمر في ظروف وأجواء اللي هي طبيعية للغاية، عكس الجزائر لأنهم كيقوموا بيحبسوا الطريق بشكل اللي هو أسبوع ولا ما إلى ذلك لما يمر الرئيس تبون وشنقريحة، نظرا للخوف ديالهم من الانتفاضة بطبيعة الحال ديال الشعب الجزائري اللي مقهور بطبيعة الحال.
غادي نشوفوا كذلك اخواني اخواتي في هذه الحلقه الموضوع ديال المدرب المغربي الحسين عموته. فالحسين عموده قد تم الاستقاله ديالو للاتحاد الاردني بعدما قادوا لنهائي كاس اسيا، وكذلك للملحق ديال قادوا كذلك في التصفيات ديال كاس العالم. الان فهو على بعد خطوه تاريخيه للتاهل الى نهائيات كاس العالم بعد التصدر المجموعه ديالو امام السعوديه والفوز عليها في عقد الطريق، انجاز اللي هو مهم ومهم جدا. الان كما كنقولوا جمال السلامي غادي ياخذ المشعل من عموته مع المنتخب الاردني. فعموته له التزامات بالمغرب اثرت عليه بطبيعه الحال، وفضل بانه يرجع للمغرب باش يكمل المسيره ديالو. هناك بعض الاخبار الشائعه كتقول بان نادي الجزيره الاماراتي تيفاوض عموته، ولكن ما كاينش هناك اخبار اللي هي صحيحه كتعطينا الوجهه ديال عموته. لكن ايتمنى قال بانه يريد المدرب عموته اولا وثانيا وثالثا بالنسبه للوداد البيضاوي. لكن عموته دائما فهو يحب الجيش الملكي نظرا لانه النادي الام ديالو، وبالتالي فغنشوفوا الايام القادمه الوجهه ديال الحسين عموته بطبيعه الحال، اللي غادي يختار الوجهه ديالو النهائيه اللي غادي يكون بطبيعه الحال غالبا فريق مغربي. اذا اخوان الاخوات هذا كل ما لدينا في هذه الحلقه. نتمنى هذا المحتوى يكون بمستوى مطلوب. دائما نذكركم بالضغط على زر الاعجاب واشتراك هذا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم اخوان الاخوات، والى حلقه قادمه بحول الله.